ايش قد تكره القربيل ما ودي هزه، خسرنا حتى الزين وكنت عزه. تحياتي طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج على ضفاف القراف. وأيضا نرحب بضيف حلقتنا اليوم لطيف الركابي، وأيضا نرحب بضيف حلقتنا الدائمي أستاذ الشاعر الأستاذ حسن الخفاجي. أجمل الترحيب. شاعر يعني محلي، وإلى قصائد كثيرة مع ما هو ارتجالي وما يدونها، ولكن الناس تعرفه، والناس اللي هم واعين يقدرون لطيف الركابي ويعرفون شنو. أما سيرته الذاتية أقدر أخذ منها نموذج. أنا مواليد 49، انولدت في منطقة أبو جوير، قاع نزل حميد الشيخ مشايخ من الرشاد. بالإضافة لهذا متزوج زوجتين وعندي أحفاد وأولاد. أي مع أن الشعر أنا يعرفون الناس أميل للغزل. أنا حاكي يعني كل شيء حاكي له، الوطن حاكي له، المواكب حاكي له، لكن تشبثي بالشعر الغزل أكثر. شنو السبب؟ ليش السبب؟ لأنه عاطفي يعني. متى بدأ عندك هواية الشعر أو اكتشاف الشعر بالضبط؟ بدأ عندي بال 72. نعم. 72 كان أول قصيدة يوم 15 شهر العاشر 72. كان اكو بنية حلال تقدر المشاعر كذا، فكنت قاعد أنا بغرفة الطين، وجت هي حاستني من الشباك، قلت لها نداري نسولف، قالت لي لا أمي ما تقبل، تقول لي سوي لي شاي. تركتنا وراحت. فهم ولد مرة بعد تحياتي إلى تحياتنا إلى الهسه بالناصرية، هم ولد عادي اسمه كريم، قال لي هاي راد لها قصيدة. قلت له والله أنا أتمنى أنا، فقلت قصيدة يعني بس حافظ منها نموذج بسيط. صحت باسمك تعاي وما سمحتيني، نسيت الشوق ويامه ولا كنش تعرفيني، وقفت المن ورا الشباك وشفافش تحاكيني، كلامك يدخل بقلب وحركتيني، انا العطشان وانت الماي اموت، وانت الماي بشفافك اموت بظما تخليني، يا وقحه فرشتلك روحي وغطاك دموع بعيني، وقلب مخده طرست الك يا ما رحمتيني، وصوغ ضلوع الاشكاروك اهزك كم طفل مفطوم، كبرت وضيعتيني، ايش بدا مني وتركتيني، ايش بدا مني وهجرتيني. هذا نموذج يعني القصيدة. يكون في إحراج، هل فقدان بصرك أثر عليك في مع علاقتك بالمجتمع أو على القصائد أو الشعر بالذات أثر عليك نظرك؟ والله هذا السؤال هو يعني انا هذا السؤال يدق بقلبي، بس انا ثبتت جدارتي والحمد لله انه ما ذول اللي ناس يشوفون ما تفوقوا علي. واقولها للتاريخ، الفضل لله والمره، والثاني الفضل للحزب الشيوعي العراقي، لان علموني السياسه، والسياسه استفادت منها يعني. عدت ثقه بنفسي، انا اول مره اشعر ضايع يعني، ضعت، ولكن من انتشلوني ناس ومن ضمنهم كاظم القريشي استاذ هسه رحمه احنا الله عليه. بالضبط بعيدين عن السياسه لان هذا لا بس هذا هاي كحقيقه يا ست. لا حقيقه صحيح، بس حاليا برنامجنا هو على ضفاف القراف، بعيد عن السياسه كلها، ولكن تعرف على حياتك بالضبط، على كتابتك بالضبط، على ابداعك. يعني هم اقول انا سمحي لي، هم اقول
اشكيها للغراف غصته وحالي، دمرنا حلو الطور شاغل اللي بالي. كان الغراف شو مسوي بيه هو؟ منك المايك انا على مود اسالك سؤال. اي تفضل. ابو فايز، على اعتبارك شاعر من شعراء مدينة الفجر، شاعر من شعراء ذي قار، وانت منتمي الى اتحاد الشعراء وكتاب الادب الشعبي في ذي قار اللي يترأسه الاستاذ الفاضل كريم الشويلي. فالسؤال اللي احب اطرقه على حضرتك، ماذا قدم الشاعر لطيف الركابي للاتحاد، وماذا قدم الاتحاد للشاعر لطيف الركابي؟ والله الشاعر لطيف الركابي قدم مشاركة بكل مهرجانات، بسوق الشيوخ، بالشطرة، وبالناصرية مرات عديدة، وبالفجر. أما اتحادنا تقديمه اتحادنا محدودة، يعني ما عنده أمور مادية اقتصادية حتى ينعشنا. فاحنا جاي يعني احيانا مرات نشارك بمهرجان ندفع رجال السيارة بجيوبنا، ما ناخذ من واحد. صحيح. لأنه الاتحاد ضعيف ماديا، واحنا نريد نثبت روحنا ونريد نعطي عطاء للجمهور. شوفنا نتحمل اكثر الشغلات نتحمل احنا، اجر السياره غيره. واني عندي مشاركات كثيره بالقلعه السكر، بالشطره، بالرفاعي، بسوق الشيوخ، بالاضافه هاي خارجي يعني الحي الموفقيه لانها عندي مشاركات بينا. نعم. انت تعرف اكثر من عندي لانه انت قريب على الحاله، وحتى الشعراء اللي هم موجودين بالفجر الزينين هم تعرفهم مثل ما اعرفهم اني. أنا الحقيقة الإجابة أعرفها، بس سؤالي كان بي غرضين. يعني الغرض الأول أريدك تحكي ما بداخلك، والغرض الثاني أريد الجهات المعنية تسمع معاناة الشعراء، معاناة الاتحاد، معاناة الذواقين للشعر. على هذا الأساس طرحت سؤالي. هذا السؤال طرحته عليك وجاوبتنا عليه ونعمل إجابة. أريد أسألك سؤال ثاني أبو فايز إذا تسمح لي. أنت كشاعر وجدت نفسك وين؟ يعني بالقصيدة، لو بالبيت أبوذية، لو بالدارمي على وجه التحديد؟ والله بالدارمي أكثر قوة، بالبذية أنا كاتب بذية. نعم. بس الدارمي أقوى. صح. مثل الدارمي أقول مو يغضى شنها بطيف من وقفت وياي، لهفة ومحبة وشوق وارتجفت عضاي. الله الله. أستاذ مداخلة، ماذا يعني الأبوذية والدارمي؟ يعني شنو الفرق؟ أريدك تبين لي الفرق بيناتهم. بالنسبة للأبوذية إذا على أوزان الشعرية فهو ينتمي إلى بحر الوافر، 3 أشطر جناس واحد وتنتهي بقفل. وبالنسبة للدارمي ينتمي إلى البحر البسيط، شطرين. تردين مني مثل؟ ان شاء الله. ابو فايز انت مشاركني، اعطينا رايك بالبيت. البيت البوذيه يقول مو ويذن محبوبي ولا ذن بهذن اللي استحن مني، ولا ذن بصر لا ظل بعد عندي، ولا ذن موش الشوف قلبي وجد لي. هذا 6 البوذيه. اما الدارمي يقول ضربة غدر وبسيف عند لها مقياس، أهون 10 مرات من جرح الإحساس. الله عليكم. نرجع لسؤالنا أبو فايز. احنا الست داخلت ويانا بالإجابة وجاوبنا نقدر عليه. أرجع بالسؤال لحضرتك. أنت قلت لي وين تلقى نفسك أبو فايز، بالبذية لو بالدارمي؟ أريد أسمع منك أول بيت دارمي كتبته ومن بعدها أقوى بيت دارمي كتبته. أريد أول بيت كتبته بحياتك إذا تتذكر. وهذا المايك. أول بيت دارمي طبعا جيت أمشي ولاقتنا أحد البنات، فأنا تعرف يعني عاطفي، قلت له والله اليوم ايش قد حلوة كذا. قالت له وين تشوفني؟ على أساس هي تتخلص مني. قلت له القلب عندي يشوف أقوى من العيون، بإحساس أشوفه هواي واتصور شلون. قاعد توقف إذا أنت تشوف القلب بدك تشوف ايش لابساني. قلت له بثوب اسود تكتلين شاب احمر شلون، بالحاجب احتعرقت وبرمش العيون. الله. هذا اول بيت كنت اقوله. الله. زين، من ضمن الابيات اللي كتبتها وتعتبر يعني تعتبر بيت الى فد وقع بنفسك، يعني هو الشاعر يكتب كل شيء يكتب، بس انا احس اكو بيت قريب لذاتك، بيت انت حكيته عن معاناة، اذا تتذكر.
أنا هواية عندي. لا أريد القريب على ذاتك. هاي الهواية. هذا يقول إيه، يقول ما لا بعد حتى انساه، ما بعد عني بعيد حتى اقدر انساه، ولا عند عين تشوفه بقربه تراه. هو حتى دايما انا محروم انا ما اشوف. انا اخوك شو يقول؟ يقول لا اشوفه ولا حاكيه ولا اقدر انساه. الله اكبر. لا اشوفه لا حاكيه ولا اقدر انساه، المثل بالله شلون وش تحكي وياه. عالجمر حاف مشيت ملهوف الاجيك، ما صحت من نحا بس انت حسبي. الله الله. الشاعر أبو فايز، ماذا تعني لك الناصرية والفجر بالذات، ومن هو أبرز شعرائها؟ الناصرية يا ست العزيزة هي مدينة الشعراء. يعني أنا أعجز أن أصف شعر بها. أما شعرانا اللي وياي وهم أخواني بالفجر، الأستاذ حسن الخفاجي والأستاذ هدام والأستاذ طالب لطيف، ذولا هم أخواني، وأنا يعني أحب شعرهم لأنه شعرهم ماشي. أما الناصرية أعرف فيها شعراء، بس الناصرية مدينة الشعر، ما أقدر أقول فلان وفلان وفلان، يصعب علي يعني. تحياتي لكل الشعراء وكل المبدعين. حياك الله. سؤال: من هو قدم يد العون والمساعدة لك في بداية الشعر، في بداية الكتابة؟ أكيد أكو واحد قدم لك المساعدة أو ساعدك من جوانب، بكل الجوانب. صحيح الأستاذ حسن الخفاجي، لأنه الساعة قال لي بيت وأتذكره، وديت لي بيت ثاني قلت له ليش أنا ما قدر أنسى لساني، جلة فهم وياي لو جاهلاني. قال متى يا لطيف وشوف تاليتك وياه، المالحك بالزاد مو هينة تنساه. الله الله. أي. ما أجمل قصائدك، وأي قصيدة قريبة على ذهنك دائما، يعني قريبة على ذهنك وحاليا هسه نقدر نسمعها منك؟ صدق مخطوب. ممكن أسمعها منك؟ اي اقدم نموذج بعدها. صدق مخطوب، حتى وانا اصلي تجيني. ما شاء الله. هاي ولا هي يعني. صدق مخطوب، صدق ناس غرام هواك ما كان تعرف عنه، ومن خطبوك غير تقول اللي محبوب والغير مريدنه، ومن زفوك الواجب تصيح بصوت ريضولي اللي يوليف مثل ما وادع الغربة اود عنه، وقل للسايغ الزفاك عزيزك والله شتمنه، المنبه ياكل بقلبه، المنبه ياكل بروحه ويفز قلبه من اسم عنه، وانت صفق وهلاهل بعرسك جرح بحشاي اللي تشمنه، حلفت لي براسه بالرايات قلت عهدك معوفنا ليش اشكي. الله عليك. لو ما تنفضح والضوج، لو ما ينفضح ويضوج للصولانة تبعنه، وخربط شعره الممشوط، والبرقع شقنه، ولبس بدلة الأحزان والغليلة الحنة. إذا أنت رحت للغير أنا وياه ما نتهنى، خلص حبنا بعد منه، خلص حبنا بعد منه. هذا نموذج يعني. هل أصدر لك ديوان شعر؟ لا. بس لماذا؟ الوضع المادي، لأنه أنت لازم الطبعة، هو موجود عندي مدون بس ما مطبوع، ما أقدر أسمي ديوان وما مطبوع. أي نعم. لو خيرتك بين اختيارين، قصيدة الأم وقصيدة الحبيبة، ماذا تختار؟ والله هذا سؤال محرج. أنا ليش؟ لأن أنا أكره كذب.
الأم هي أم والحبيبة هي حبيبة، وأنا أعتبرها هنا مثل ميزان الذهب، يعني ما يغش. يعني الحبيبة حبيبة والأم أم، ولو الأم هي قدمت أكثر تعب وقدمت كذا، بس احنا بنحكي قصدنا نحكي للأم، ما نحكي للحبيبة. أما الحبيبة لها مكان عميق بإحساسك يعني كل تصورك هي تعيش بيك. بس اعتقادي احنا على مداخلة ويا استاذ حسن ان هو عندنا احنا اثنين دائما نذكرهن، هي الوطن والأم، وهذا صحيح؟ نعم، الوطن والأم. لكن اسمع من استاذ حسن قصيدة بحق الأم إذا كانت حاضرة هسه موجودة عندك. والله أنا أعتقد ببرنامج قرأت القصيدة حضرتك. ايه راعيتها ماكو مانع، بس انا ريت شويه دحش بابو فايز، ريت اسمعك قصيده وجدانيه واريد اسمع منك قصيده وجدانيه. تسمح لي لو اقرا لك عن الام شو تريد؟ خيرني وانا. تريد وجدانيه؟ الاستاذ حسن الخفاجي نسمع من عنده قصيده وجدانيه، وان شاء الله راح نسمع من عندك بعدها هم قصيده وجدانيه. حياكم الله حسن جدير. الله يخليك يا بيتي، اشكرك. انا اقول خلي يلوذ ضيم الدنيا بكتارك، اصبر والوقت يراد لمعارك، واريد انك تظلها بريح مو من كل شي تدارك، هضيمة خلى هذا وذاك يتورج على اسرارك، ولو مثلك لوان الضيم خلاني وحيدة تفارك مفارك، لجنك غالي ما تنباع كل ما زاد اسعارك، واذا ملك اخوك وما نصح جارك اعوف البيت لك واطلع تصير انت المعذب وانا خطارك. الله حبيبي، اسمع منك ابو فايز. سمعني ذا. سمعنا ابو فايز. يحلى من الحلو، يحلى من الحلو كلش يحلى من الحلو كلش تنورين، وتداوين الجرح لو كان ملشوم. صحيح انت احلى مني وانا مسكين، لكن قلبه بهوى الحلوات مالوم. صحيح انت احلى مني وانا مسكين، لكن قلبه بهوى الحلوات مالوم. حبيتك قبل ما انت تحبين، وطلع حبك علي غدر محتوم. عذرك ما اقبلش ما تقولين، ولا اريد ولا اسمع كلام الموش مخسوم. الله عليك. اكيد كتبت للوطن. اي كتبت. ممكن اسمعها؟ نموذج قليل. يا يم حب الوطن، يا يم حب الوطن وهواية بيها اهتم، أم وأبوي الوطن ما مثل خال وعم، بتراب ريحة مسك وتنشق وأشتم، بتراب ريحة مسك وتنشق وأشتم. الله. أبو فايز اسمح لي أبو خستين. اي تفضل. أبو فايز احنا كمنطقة من الناحية الجغرافية طبعا الفجر بعيدة عن مركز المحافظة وبعيدة عن العاصمة بغداد، يعني بعيدة عن الإعلام. أنا كشاعر طبعا أنت عمرك الزمني بالشعر يعني أقدم مني، ومكانتك الشعرية أرمق من مكانتي. لا حقيقة يعني، وأنت إلك تاريخك ولك جذورك، وأنا وعيت للدنيا لطيف الركابي شاعر. أنا أعتبرها شهادة هاي. لا بالعكس، أنا أخوك وهذا تواضع منك. أسألك سؤال، أنا قد يكون أعرف الإجابة بس لربما سائل يسأله يجوز ما يعرف الإجابة. أبو فايز، بعد المسافة من الناحية الجغرافية طبعا الفجر عن وسائل الإعلام، يعني هل كان بعد المسافة بين الفجر ومركز المحافظة أو العاصمة كان عائق في شهرة الشاعر لطيف كريم الركابي؟ نعم. ايه نعم. يعني أنت لو كان مثلا في مركز محافظة أو في العاصمة راح يكون لطيف الركابي بشكل آخر؟ نعم. زين، يعني من خلال هذا الكلام أفهم منك أنت يعني انفتحت لك أبواب للشهرة وبعد المسافة عاقك؟ أكيد. زين، تذكر موقف مر بيك أو دعوة توجهت لك أو فد برنامج؟ اجت عدة دعوات وما أروح للبعيد ووضعي الصحي وغيره، أما موقف لا ما أتذكر في موقف أحرجني يوم من الأيام. زين، سؤال، مكونك ولادتك بالفجر؟ لا، بريف الرفاعي. ولادتك بريف الرفاعي. حاليا نشوف يعني بالريف معاناة المرأة، يعني ظلم المرأة، خلينا نقول هيك. شنو الأسباب هذا ظلم المرأة بالريف؟ الحقيقة
ست العزيزة، هاي مسألة تتعلق بالوعي. يعني لو اكو وعي نريد نقول بأنه الواعي ما يظلم المرأة، المرأة يظلمها اللي بعدها عقله ما متنور، عقله جاهل. وبعدين المرأة هي الحبيبة وهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة، والمرأة حقها وهي يقولون نصف المجتمع، بس أنا أقول لا، نصف وتأخذ 25 من نصيفها الأخرى. صحيح. يعني المرأة مهمة، المرأة هي بنياء الحياة. نعم، أساس الحياة. ولذلك أنا لو تسمح لي قلت لي شم مقطع فد مرة دعني بنات بعيد ميلاد. نعم. وليه ياخذونه وياكم يا حلوين، أحب أشتم عطر ورد أسمع أصوات، وأنا بقلبه أميل للنساوين، ومنقعد وسطهن أحلى لحظات، أفضل مجالسهن على الدواوين، أشبع دردشة وأحلى ابتسامات. لو نمو للنسا نحتاج كل حين، ما وجدت حوارب بسط جنات، بالقرآن اسمهن سنها الدين، وتترتل باسمهن أحلى آيات. تترتل صورة النساء بس ماكو صورة الرجال، سامعيشي؟ نعم. زين، صدر لك كتابة أو قصيدة حسينية؟ نعم، منطي رواديد عدة مرات. ممكن يعني هسه حاليا قريبة على ذهنك تقدر تسمعنا إياها؟ والله قليل، يجوز مال عبد الله انذبح عطشان وهو عمر الورد عمره. نعم. هيك قلت لك هي هاي، والله ما تحضرني. يعني اشوفك بعيد شويه عن القصائد الدينيه وهاي، يعني مايل. لا الميلان كثير. شنو هاي السبب؟ يعني ميلان كثير عندك. لو تسمحين لي، الغزل كلش على قوي نسبه الغزل عندك. انا هي حياتي. يعني انا اعاني، انا مظلوم، فاقد اعز شيء بالدنيا. ليش ارفه روحي اذا مو غزل وكذا؟ اما هاي القصايد الحسينيه على راسي، بس انا عاشوري بعاشور وصفر، بس لا مش عاشور وصفر بعد ما لي شغل. أستاذ، نرجع للحديث البداية. ذكرت أنت فاقد البصر من الطفولة، ولكن متزوج زوجات اثنين. ممكن توضح لي حياتك شلون تزوجت زوجات اثنين؟ من يساعدك بذاك الوقت على الزوجات اثنين؟ عندك اخوان خوات؟ يعني منو أقرب شخص إلك بالذات تريد؟ والله أنا كنت عندي ثقة بنفسي، وما يعني ركعت وقثاني ما أشوف وما أتحرك كذا. فكان عندي هدف أحصل وظيفة، فحصلت وظيفة بالإرشاد الفلاحي. وتقدمت إلى بنت عمي وأبوها قبل وأمها، حاكيته وكذا، قالوا ماكو أحسن لطيف، ليش ما نطيه؟ وتزوجت بال 79 7/11. زواجك الثاني شلون صار؟ الزواج الثاني والله تعاركنا انا والزوجه الكبيره. نعم. وقلت له لو انا رجال لو انت، وتقدمت على بنيه من قرايبنا. والله يعني هو الله يريد يوقف بجانبي، ولا هسه قبيله الوادم تجيناني. ظلم المراه هاي جزاتها، يعني خذ جازيتها انت هسه. ايش اسوي لها؟ يا شجعنا ناخذ اثنين. يعني هاي تشجيع للمراه. هاي ست هذا الواقع. نعم. سؤال يبقى الاستاذ مداخله. بلا زحمه ابو فايز. ابو فايز، انت قاعد تكسر وتجبر ويانا. ايش اسوي؟ مره تقول المراه غير شكل، مره اساس شلون رايك؟ المهم ابو فايز، مسيرتك الشعريه وعمرك الشعري وعطائك وعلاقاتك الاجتماعيه، اريد اسمع منك قصه واقعيه حدثت مثلا بمناطقنا، حوار شعري يعني اذا امكن وما بيها احراج تذكر لي اياها. تفضل. ماشي. مر يمه مسرح حيل، قلت له اوقف ايش بيك؟ رد والتفت له وقال ما اريد احاكيك. قلت له ليش ببكاحة عين ما تحاكيني؟ يل كنت كل اسبوع توصل تجيني. قال له صح، كنت كل اسبوع اتمنى ملقاك. طلع وحكي المضمون من ربعك وياك. حشى السما. قلت له مو ربع ذول انذال، ما احتب عليهم، زور وكذب بهتان باطل حكيهم. سرك حفظت تبير ما سولفت بيه، حرص الجفن على العين انا احرص عليه. قال خل تبقى انا وياك، خل حبنا يبقى وياك ما بين القلوب، حب عذري نهتم بيه وانت اغلى محبوب. قلت له حب عذري من بعيد ما داول جروح، لحضنك اشتاقيت روحي تحضر روح. هسه انت هم ما جاوبتنا على سؤالي. انا اريد القصه
مثلا حدثت بمناطقنا، فتح حوار حدث بين اثنين، يعني قصة عاطفية مثلا، ماكو العفو. داخله يصير يعني قبل ينقلون لنا الصور مال يعني مشاكل تصير بالعشائر او اوضاع تصير يعني قصص تتناقل لنا من قبل. حاليا احنا من نتكلم نقول قبل يذكرونا صارت مشكله بالعشيره، صار كلام هيجي، صار هيجي تناقل اسئله. قصة بس ما اعرف انا قلت حكيت لكم ما ادري. ما حكيت لنا ها والله. هذول العاشقين هسه اول مرة نسمعها منك. هاي موجودة. يا سمعني. يعني انا كنت اتصور حكيتها. لا ما تكلمت عنها ويا ريت يعني هاي عندنا اللي قلت لكم صادفت عندنا، هي قصة انا ثاني لحقت بها لان هي بدت بال 31. ما قال لكم بيها؟ 1931 ما سمعناها قبل. هاي قصة بال 31 منطقة الضحية التابعة لمحافظة الكوت ناحية موفقية. مرة ورجل صار بيناتهم ود، ولكن ود شريف وعذري، ولكن التعصب العشائري وقف ضدهم. فحاولوا مثل ما يقولون هاي هسه ماشي عندنا مشى ما مشى، جاب اكثر من 30 مشي بين ساده وجهه ما صار شغله. اي فاخر شيء هدروا دمه، قالوا له اذا تجي للقريه نهدر دمك. اكو امراه الله يرحمها اسمها مسعيده، هاي بيناتهم وسيط خير. جابت اول ما حكي قالت جابت بيت دارمي من هو حسين محميد، قالت كون المرض يا ذيك ود من لي ننطرح فرد وساد ونسويه. قالت لو اذان ملك الموت وين انت يا حسين، ردتك تنقط الماء وتغمض العين. قال خلوا حرس بالباب، منين اطب ليك لو يسوى عمر الطيب بروحي يفديك. قالت له تقطع الدلال طب ما نفع به، شت لك يا ولف الروح والغير كبري. الله عليك. قالها خل نمشي انا وياك، خل هيجي، خل نشرد انا وياك وندوس الاخطار، ولا نظل على هالحال واحدنا محتار. قالت له لا ما اشرد انا وياك ونذل اخوتي، ما اشرد انا وياك، ما اشرد انا وياك وانكب عمامي، للموت اظل للموت اظل وياك ثابت كلامي. الله حلو. اخرها هاي البيت اللي ودعت الحياه به، كان حبايبها يبكين ومقابلات عليها، من تصحى من ينغمى عليها وتصحى تقول انت ليش تبكين؟ يقول لها يابا فليحه انت مو وضعك مو زين ابكي عليك. قالت لنا لا اخاف فلان يسمع كنت تبكين وينغث علي، خلني شوف الوفاء. شوف قالت لهن كل مرض ما بياش خالص استريحا، ينكسر قلبه وايس لا تصيحا. الله نالت الله على كل من يوقف حجر عثره بطريق العاشقين. استاذ حسن مداخله، يعني اشوف ان دائما بالريف تصير مشاكل النهوه، احد المشاكل مشاكل مثل ما يقولون العشائريه، يعني دائما على المراه. شنو السبب يعني النهوه والتهديدات تصير؟ ما اعرف شنو الاسباب دائما بالريف فقط، قبل وهسه هم نفس الشيء وصار اكو يعني توسع. الحقيقة احنا ابناء عشائر وننتمي الى عشائر، ونعرف السبب هو مثل ما ذكر ابو فايز بالبداية، هو التخلف الاجتماعي. لكن بهالمرحلة هاي يعني التطور والدراسة يعني الانفتاح الثقافي غير هواية من المفاهيم. ما اعتقد هسه بعد باقية مثلا نهوة وباقي الظلم وباقي، انا اتصور ماكو يعني. بكون الاستاذ مثل استاذ الشاعر، بكونك حاليا انت بالريف نعم سكنك، هل تشوف يعني النهوه مثل قبل هسه بهذا الوقت لو صارت تطورات وتثقفت الناس وتطورت الناس تركت اسم النهوه؟ لا صار اكو تحول نحو الاحسن. اكو الاحسن. اي اكو النسبه بالضبط 80. زين زين. نرجع ابو فايز يقول قلب سمكه، صدق قلبك قلب سمكه، وصدق ثار على لاهيتك، كل ظنتك بعد تحب، خايب والله ناسيتك، لو تهواك توف وياك،
مو وحدك مخليتك، يا خايب عن، يا خايب ما حبيبي يحن، دصت حالك زغرت بعين عذالك، زغرت بعين واشيتك، تقول تبكي عليها تبات مرتاحة وعلى البلشن مخليتك. خايب توب، خايب ماكو ما يروب، ما بيهن وفية وتوف ويانا، ولا بيهن حنينة وتذكر ربانه، خسران اللي يحب من قلبه ولسانه، من هاي وبعد كافي، يا خايب ما حد يوافي، وخاف عليك تخسر حتى عافيتك، صدق قلبك قلب سنشة، صدق ثار على لاهيتك، ولو خاف يزعلون علينا الجماعة بس ما يخالف نسمع منك. نسمع من عندك ختام. وصلنا لحد الآن، وصلنا لختام حلقة البرنامج. أسمع من عندك قصيدة أو شعر، أنت مخير به. أسمع منك. يلا مخير أنت بالطلب. ولا عني ولا عني ولا عني، عمد نار بجفاهن ولا عني، عمد نار بجفاهن ولا عني، ودليل الشوق مني، ولا عني اجي تحت بوصاحن، ولا عني عتابك خطر ويجيب الاذيه. الله عليك. يظل ينزف جرحنا ما شفينا، يظل ينزف جرحنا ما شفينا، على كل شريان حب كم ما شفينا. صحيح احنا بنظرنا ما شفينا، القلب شافك وجاب الضيم ليه، القلب شافك وجاب الضيم ليه. والناي نغم صوتك موسيقى وعود، والناي وخبطت المستوب جفاك، والناي منك عذاب وزاد، وانه لامت الوادم عليه. اريد اجرع الحنظل والهمنه، ولا فضل النذاله والهمنه، اريد اجرع الحنظل والهمنه، ولا فضل النذاله والهمن. حبيبي كان قلبي والهمنه، تركني وشمت العدوان ذي. تعت قلبي واقول لك رحت هاوين، وما تدري اشقنا سنين. هاوين انا بجفاك قهوه، وسط هاون يدقون وطعم للناس بي. الله عليك. ولا لا 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 ولا له ولا لا ولا لا، كتن الا نعم قال لي ولا لا، بجماله ما شفت شينا، ولا لا 10 شموع عصير، ولا لو كلها ولاي، وكلها ولاي حسب النار دي، كلها ولاي حسب النار دي. اردت عبد جدمين، اردت عبد جدمين، وامشي على ممشاك، وامشي بكثر دقات قلبي على فرقاك. نسمع منك كلمة بحق برنامج على ضفاف القراف قبل ختام حلقة برنامجنا اليوم. اي اول مرة اشكر الكادر وشكرنا جزيلا الى حضرتك طبعا، ولا كل الاخوان الحاضرين. وهذا نعتبر احنا يعني شيء نفتخر به، ونتمنى ان تتكرر اللقاءات. وانت حقيقه ما اريد نقولها قدامك، انت جاي تمثلين المراه الناجحه الشجاعه البطله اللي تجي الريف الفجر. وهذا البيت هم ذكرته مال الفجر، اهل الفجر طيبين، اهل الفجر يقول اهل الفجر طيبين مشهوده لهم، لا من يمر بهم ضيف كنا من اهلهم. فولايتنا ترحب بيك، تحياتنا لكل اهل الفجر ان شاء الله، ونتمنى لك الموفقيه، ونتمنى لك الخير والعمل الدؤوب. واقولها مره ثانيه انت امراه ناجحه، وشكرا للحاضرين جميعا. اسمع كلمه من الاستاذ حسن الخفاجي او شعر من الاستاذ، من انابلك الحلوه الجميله، نسمع منك نتشرف فيها. طبعا يعني باسم البرنامج وباسم الست الفاضله وباسم الاخ ابو مهند الحسناوي اقدم شكر جزيل لحضرتك ابو فايز، وبارك الله بيك على هذا اللقاء الطيب. واحنا هم تعبناك ويانا، بس ردنا نترك بصمه، وردنا نخليك يعني ضيف ذو اطلاله جميله على البرنامج. تحياتي اليك وبارك الله بك الغالي. الله يعزك.